مساء السعادة. طب ينفع نقول ان ده سابليه؟ ده يتقال عليه حلويات، مسكرات، شوكولاتات. بصوا الجمال والحلاوة، وبثلاث مكونات بس. هسيبكم انتوا تحكموا على الجمال ده وتكتبولي في التعليقات، ده يتقال عليه سابليه ولا حلويات. يلا حبايبي، شيروا الفيديو واعملوا كومنت حلو زيكم ولايك، ويلا نشوف المقادير. مقاديرنا 3 مكونات بس: دقيق وزبدة وسكر، 3 مكونات. يلا بينا نبتدي في اسهل طريقة سابليه. معايا هنا 500 جرام من الدقيق هنخلهم، وكمان معايا 200 جرام من السكر البودر. لازم انخل السكر عشان بيبقى فيه الحبيبات الناشفة اللي احنا شايفينها دي، يعني حبيبات كده محجرة، فبتبوظ العجينة معانا، شايفين. ودلوقتي بقى هننزل ب 350 جرام من الزبدة. يبقى المكونات بتاعتنا حبايب قلبي: نص كيلو من الدقيق، 500 جرام، 200 جرام من السكر البودر، 350 جرام من الزبدة. كل ده هنحطه على بعضه كده ونشغل العجين او المضرب اليدوي. انا هنا لفتها لفتين كده وبوريها لكم، وهشغل عليها تاني حوالي دقيقة. وما نخافش من كتر العجن لان هي ما فيهاش اي سوائل تخلي العجينة تمط معانا وتنشف. دلوقتي بعد ما سبتها حوالي دقيقة كده تتعجن، انا بوريكم هنا ان هي طرية ما بتشققش، والعجينة مظبوطة ولا بتلزق ولا اي حاجة. كده العجينة معانا تمام. الخطوة بقى اللي بعد كده هلم العجينة، وبعد ما لميتها كده هروح اسماها على 2. تمام كده. انا قسمتها هنا حبايبي عشان هعمل نص شوكولاتة ونص ابيض. معايا هنا معلقتين كبار من الكاكاو، ده كاكاو خام اسباني. اهم حاجة الكاكاو يبقى خامته حلوة. وهشغل العجان عليها، لو عايزاها اغمق من كده ضيفي نص معلقة كاكاو تاني وعجنيه، لكن انا كده بالنسبة لي تمام. هاجي بقى بالنسبة للعجينة النص التاني هحط عليها معلقة ونص من معلقة الاكل دقيق، وهنخلهم وهقلب كله مع بعضه كده لغاية ايه ما يتمزجوا مع بعض وتبقى عجينة متماسكة وكده زي الفل. مفرش سيليكون هحطه على الرخامة. انا ما ريحتش العجينة حبايبي ولا اي حاجة، حطيت العجينة على مفرش سيليكون وفردته كده بالراحة بايدي، وبعد كده هفرده. ما عندكيش ورقة سيليكون سوري مفرش سيليكون او ورقة زبدة، كيس تلاجة وافتحيه، وكيس من فوق وكيس من تحت، وهنعمل نفس الخطوات. مفيش اي مشكلة ولا اي حاجة هتوقفك. مولعة الفرن على درجة حرارة 180، ودي الصينية اللي هتخش الفرن مش دهنها اي مواد دهنية. وهبتدي ان انا اقطع السابليه. طبعا القطاعة دي حسب ذوقك انت واختيارك. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك وتشيري الفيديو على قد ما تقدري، وكومنت حلو منك، واشتركي في القناة. وانا بقطع السابليه احاول اخلي كل واحدة جنب التانية علشان ما هقدرش من العجينة كتير واطلع اشكال قليلة. وسمك العجينة ما يبقاش لا تخين ولا رفيع. هوريها لكم دلوقتي. شايفين السمك بتاعها حوالي نص سنتي كده، ومظبوطه وزي الفل. وبصوا السابليه بيطلع معايا من على مفرش السيليكون بكل سهوله، والعجينه مش سايحه ومظبوطه، يعني مفيش بعد كده ولا اسهل من كده.
الفرن والي على 180. وهنا بعد ما لميت السابليه بفرد بنفس الطريقة تاني، وهرص السابليه اللي انا قطعته كده. انا خلصت كمية السابليه الابيض، دخلته الفرن على درجة حرارة 180. بكرر يعني المرة الرابعة ان 180 درجة الحرارة، بيقعد من تلت ساعة لنص ساعة. فردت السابليه الشوكولاتة، وبعد ما فردته بقطعه اهوت. اهم حاجة ان احنا نضغط بالقطاعة عشان لما نيجي نشيله يعني العجينة ما تفرولش معانا ويبقى شكلها مش حلو. بصوا الجمال والحلاوة. هرصه في الصينية. انا هنا عملت السابليه وبقى حتة العجينة اللي احنا شايفينها ديت. دلوقتي بقى انا معايا القوارب الصغيرة دي بتاعت السابليه. هاخد حتة عجينة صغيرة وافردها فيها، وافردها بتساوي. وبعد ما افردها اشيل الحروف الزايدة كلها اللي فوق. انا هنا بوريكم شكلها النهائي. هخلص الكمية كلها، هي دي الكمية اللي انا عملتها. باقي معايا حتة العجينة الصغيرة دي، هفردها بايدي بقى كده من غير ولا ورقة زبدة ولا حاجة. هفردها واقطعها بالقطاعة، واللي يطلع بعد ما اشيل السابليه هروح فردها تاني لغاية ما اخلص. وادي معايا قوارب السابليه حطاهم في صينية. طلعت السابليه الابيض ودخلت الشوكولاتة، وادي كمية السابليه اللي طلعت من الكمية اللي احنا عملناها ابيض وشوكولاتة. كمية حلوة ما شاء الله. عندي بقى هنا شوكولاتة. طبعا مش دي الشوكولاتة اللي انا هستعملها، دي جزء من الشوكولاتة اللي هستعملها. سيحتها في الميكروويف دقيقة، وحطيت عليها معلقة زيت، معلقة من بتاعة الاكل، وهقلبها كويس جدا. اهم حاجة نقلبها كويس جدا. وبعد ما تهدى معايا شوية كده من السخونية، هجيب كيس تلاجة عادي خالص، وهحط فيه مقدار من الشوكولاتة. بوريكم هنا ان ده كيس تلاجة عادي خالص، وفتحت فيه فتحة صغيرة كده. وبحط على السابليه من الظهر، احط الكمية المناسبة. تمام كده. هبتدي بقى اجيب واحدة سابليه تاني واقفلهم على بعض كده. طريقة سهلة، المقادير مظبوطة جدا. امشي على الخطوات اللي مشيت عليها دي، هيطلع معاكي احلى سابليه. انا هنا خلصت شوية من الابيض، وهوريكم كمان وانا بلزق شوية من الشوكولاتة. حطيت كمية شوكولاتة مناسبة وبلزق واحدة على واحدة كده. دلوقتي بقى حبايبي انا هعمل واحدة ابيض في شوكولاتة، يعني قرص ابيض وقرص شوكولاتة. ودي حلوة وشكل حلو. وممكن في الاخر هتلاقي الابيض اقل، الشوكولاتة اقل. فهنعملهم زي ما احنا شايفين كده. لزقت كل السابليه اللي معايا، جبت شبكة وسيحت كمية من الشوكولاتة. وبرده كمية الشوكولاتة دي مش هتكفي حبايب قلبي كمية السابليه دي. فانا بسيح حبة حبة. احنا تقريبا كده خدنا ربع كيلو شوكولاتة، يعني حوالي ربع كيلو شوكولاتة على مقادير السابليه اللي احنا عاملينها دي. هنزل السابليه في الشوكولاتة واجيب شوكة واقلبها وارفعها كده بالراحة، واحاول اصفيها قبل ما احطها على الشبكة عشان ما اهدرش في الشوكولاتة. ناخد بقى كده واحدة من اللي احنا عاملينها شوكولاتة الخطيرة دي. ريحته جميلة، مظبوط جدا، طعمه حلو قوي. هكمل الباقي كله وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي انا عملت كل كمية السابليه، غطيتها بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين. ونيجي هنا بقى للتزيين الاخير. بقول لكم ان المقادير عملت معايا الكمية دي كلها.
بالنسبة للتارت الصغنن انا حطيت له نوتيلا وحطيت له عين جمل، حتة شوكولاتة بيضة وسيحتها نفس زي ما سيحت الشوكولاتة البني، وحطيتها في كيس تلاجة وعملت لها ثقب كده، وهروح اعمل زجزاج كده على السابليه. هنا بقى انا هعمل وردة على جنب كده، يبقى بالشوكولاتة البيضة. هنا احنا شكلنا 3 اشكال، عملنا زجزاج عليها كلها او على نصها ونسيب نصها شوكولاتة، او الوردة اللي احنا عاملينها دي، الوردة دي هنحط عليها بندقية معايا الجناش الشوكولاتة الحجر دي هنحطها عليه، هنحط عين جمل. تمام كده، شكلناها بطريقة بسيطة وسهلة وطلع معانا شكلها زي الفل. انا كده هنا بوريكم ان انا خلصت وسبته في الهواء عشان الشوكولاتة تنشف براحتها، ودي كده كانت النتيجة النهائية للسابليه. وادي طبق التقديم، يعني مفيش بعد كده طعم وحلاوة وجمال زي اللي بنشتريه من اكبر المحلات وبيبقى سعره غالي جدا. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم.